كل مشجع زملكاوي يا جماعه يمسك الاله الحاسبه من دلوقتي عشان احنا داخلين على سواد. طيب للي مش فاهم، النهارده الزمالك بيخسر من اضعف فريق في المجموعه، يعني باداء يعني مش قادره اقول لك زي الزفت من جميع اللعيبه. يعني مفيش لعيب النهارده تقدر تقول ان هو كان كويس، مفيش. تمام. طيب هتيجي تقول لي ارضيه ملعب، هتيجي تقول لي اصل احنا مجهدين، هتيجي تقول لي اصل احنا عندنا اصابات، ماليش دعوه. يعني ما نبقاش كويسين متصدرين المجموعه ونيجي نخيب على اخر مباراه، صح؟ انت بتلعب اضعف فرقه في المجموعه، فرقه ما فازتش ولا مباراه، جايه تفوز عليك انت الزمالك، اكبرهم في التاريخ. يعني انت اكبر فرقه تاريخيا في المجموعه كلها. ايه بقى؟ اما فيش عذر بالنسبه لي، مفيش عذر بالنسبه لي. تمام. طيب اكيد مش هلوم النهارده على الخضري عشان تسبب في ضربه جزاء، لان انا اصلا شايفه ان هي مش ضربه جزاء. وحتى لو هو تسبب في ضربه جزاء تمام وهي ضربه جزاء، برضو مش هلوم عليه، لان زمايله اصلا الكبار اللي هم المفروض خبره ما نصفوناش، هو هينصفني ازاي يعني؟ معلش. ايه بقى؟ ممكن افهم فيه ايه؟ كوارث. احنا لازم يبقى فيه كوارث. طيب يا جماعه لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان احنا عندنا مباراه امام كايزر تشيفز في مصر، والمباراه دي صعوبتها ان احنا لازم نكسب. انت متخيل الصعوبه؟ احنا لازم نكسب، لا بديل عن الفوز، لان اي حاجه غير كده انت خرجت، انت خرجت خالص بقى. ليه؟ لان حضرتك كايزر دلوقتي معاها 10 نقط. تمام. فخلاص يعني طبعا احنا معانا كام؟ معانا 9. تمام. المصري معاه كام؟ معاه 7. طبعا المصري هيقابل كايزر، هيقابل زيسكو. طب زيسكو خلاص بقى هي خربت، فالمصري هيفوز. انا بقول لك من دلوقتي المصري هيفوز، فهيبقى معاه 10. تمام. فانت لازم انت كزمالك تفوز، تمام، عشان تقدر اصلا تتأهل. فانت خلاص مفيش حل تاني. فياريت بقى اللعيبه تركز، وبلاش بقى يعني مش عارفه يعني، مش لاقيه وصف يقول من غير ما تكون شتيمه بصراحه. ماشي. طيب خلينا نتكلم ونقول النهارده الاداء يعني كان زي الزفت من جميع اللعيبه، مفيش لاعب بلا استثناء يعني كان كويس اصلا. طيب هتيجي تقول لي التغييرات مش عارف ايه، هقول لك كابتن معتمد بصراحه يعني النهارده مش لاقيه دكه اصلا ينزلها. ماشي. الوحيد اللي كان على الدكه ممكن يعمل تغيير الى حد ما في ارضيه الملعب هو محمد السيد، ونزل وفعلا بقى فيه شكل شويه ماشي، مش كبير يعني. بس طبعا كل اللعيبه مش فايقه، واقعه بدنيا كلهم، وده يا جماعه مش هينفع، مش هينفع، لان احنا داخلين على ضغط مباريات اصلا. احنا حرفيا هنبقى كل يومين او 3 ايام مباراه، يا اما في الدوري، يا اما في الكونفدراليه، يا اما في كاس مصر. انت متخيل الكارثه اللي احنا فيها؟ احنا داخلين على شهر كده ما يعلم بيه الا ربنا. تمام. فالنهارده خلينا نتكلم ونقول ان طبعا مهدي سليمان هو اللي كان في حراسه المرمى، ومش هقدر الوم على مهدي سليمان قوي في حراسه المرمى لان هو مركون بقاله كتير، بس النهارده كان يعني راكز الى حد ما. طبعا دخل فيه ضربه الجزاء، ولو كان عواد كان احتمال كبير كان يصدها، بس طبعا لا حياه لمن تنادي. هنفضل راكنين عواد على حساب يعني صبحي اللي احنا بنعامله معامله الملوك في نادي الزمالك، وهو مصاب اصلا. ماشي. مش فاهمه يعني، هو مصاب، لعب كهرباء اسماعيليه، هو مصاب صح كده؟ طيب لعب ليه؟ ما المهدي كان موجود، معرفش، صح؟ اكيد محدش هيطلع يقول اي حاجه. تمام. طب قرر النهارده انه ما يلعبش ليه؟ معرفش، اصل مصاب لسه، مع ان المركز الاعلامي قالك ان هو بقى سليم. عبث، احنا عايشين في عبث. تمام. المفروض النهارده ان الزمالك كان يريح نفسه خالص ويكسب، ويخلي جمهوره مستريح نفسيا ومعنويا، ويريح لعيبته نفسها. يعني لعيبه الزمالك لو كانت فازت النهارده كانت ريحت نفسها في مباراه كايزر تشيفز، ونزلنا احنا بكل اريحيه، ممكن نلعب بالبدلاء ان شاء الله نخسر عادي، اي نتيجه احنا راضيين طالما كسبنا النهارده. لكن ازاي؟ لا، انا لازم اشيل الجمهور، لازم نمسك الاله الحاسبه، لازم نفضل على اعصابنا، ما ينفعش ما يبقاش الزمالك. تمام. طيب
النهارده الزمالك نزل بكل بساطه جدا بيقولك انا عايز اتعادل، وطبعا كأي فريق يعني عايز يتعادل بيحصل فيه ايه؟ بيخسر. كلنا عارفين كويس قوي ان اي فريق نازل كده راضي بالتعادل بيدخل فيه اهداف. والنهارده دخل فينا هدف اتلغى بداعي التسلل، وهو تسلل فعلا، بس هتلاقي انه الهدف ده يعني لما جه هتلاقي ده دليل على انك اصلا مش عارف تمسك كوره، يعني مش عارف تدافع حتى كمان. يعني النهارده الونش اللعب كان تقريبا من عند الجبهه بتاعته، ماشي، هي مش جبهته، هي جبهه مين؟ محمد ابراهيم، تمام، بس هي محمد ابراهيم بيعدوه، فدايما الونش يا عيني هو اللي متصدر الموقف، فكذا مره يلحق الدنيا وتمام. بس طبعا حتى الونش الشوط التاني وقع بدنيا كل شيء، فاهم؟ خلاص بقى الدنيا خربت الشوط التاني تماما بقى. طبعا الخضري تسبب في ضربه جزاء برضو كانت في الشوط التاني في الدقيقه 58 تقريبا. انا مش فاهمه بصراحه احنا كنا بنعمل ايه هجوميا بقى، سيبك انت من الدفاع، ماشي، احنا كنا بنعمل ايه هجوميا؟ ولا اي حاجه. هتلاقي النهارده ان غياب ادم كايد عمل فجوه كبيره جدا في الثلاثي اللي انا كنت بقولك عليه. يعني انا كنت دايما بقولك في ثلاثي رعب كده في مركز في الهجوم، صح؟ هو مين؟ عدي الدباغ، احمد شريف، ناصر منسي، صح؟ النهارده الثلاثه بره نطاق الخدمه تماما. هتقولي ليه؟ هقولك اولا هم واقعين بدنيا، ثانيا مفيش اللي بيشغلهم. يعني ايه اللي بيشغلهم؟ يعني ادم كايد ده كان بيشغلهم، كان يعمل واحده بالكعب لعدي، يعمل واحده بالكعب لاحمد شريف، يعمل بينيه كده لناصر، كان بيشغل الثلاثه. النهارده احمد حمدي مش عارف يشغل الثلاثه والله، ولا عارف يشغل واحد. وحتى لما احمد حمدي بيعمل كوره فيها شويه نوع من ان هي تكون فرصه، عدي وناصر واحمد شريف الثلاثه بره نطاق الخدمه. فانت النهارده واقع خالص. طبعا اكيد معتمد جمال عليه دور كبير في الموضوع ده، ما ينفعش تبقى لعيبتك واقعه بدنيا للدرجات دي، استحاله. يعني كل اللعيبه، انت متخيل كل اللعيبه؟ واكيد برضو مش منطقي ان مجلس الاداره قاعد بيتفرج وهم اللعيبه رايحه طياره عاديه 9 ساعات سفر، ماشي، وارضيه الملعب زي الزفت، والحكم يعني على الله حكايته، اللي يحسب ضربه الجزاء دي اصلا على الله حكايته. في كم فاولات برضو لم تحتسب لنادي الزمالك، معرفش هو بيعمل ايه. في انذارات المفروض كانت تحتسب لفريق زيسكو وبرضو ما احتسبهاش، ماشي. بس ما اقدرش اعلق على التحكيم ولا على ارضيه الملعب الا لو احنا نفسنا كان عندنا يعني ادنى شيء من الفنيات. النهارده مفيش خالص. فيا جماعه بجد للاسف احنا هنمسك آلة حاسبه، وللاسف هنفضل قاعدين على اعصابنا لحد اخر ثانيه في الماتش الجاي امام كايزر تشيفز. اتمنى من كل قلبي اكيد ان الزمالك يفوز، بس بالوضع الحالي ده انا مش مطمنه.